بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أمسية طيبة على الجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الأحباب الزينة. وصفتنا لنهار اليوم وصفة خفيفة صيوفي، يعني سلطة، تعتبر سلطة وتعتبر كمقبلة ولا تنجمي تستعمليها كوجبة غذائية لأنه فيها كل المكونات. وصفتنا لنهار اليوم نحتاج المقادير الآتية. أولا نوجد لاصوص اللي نسقو بها السلطة تاعنا ونخلوها تبرد. عندنا 2 سنينات ثوم، شوية ملح، شوية فلفل أسود، مغرف خل الأعشاب تتباع في الأسواق، مغرف مايونيز معمرة، كاس لاتاي زيت، نصف كمية الزيت خل، نص كاس. عندي حبة فرماج على حسب الرغبة، الفرماج أنا درت حبة فقط. نضرب كامل المكونات بالبرا ميكسور مليح حتى تذوب كامل المقادير، نديروها في الثلاجة نخلوها تبرد. عندنا كمية من المقارون على حسب أفراد الأسرة، نكونوا غليناها صفيناها ودرنا لها شوية ماء بارد. وعندنا زرودية نكونوا غليناها قطعناها مكعبات صغيرة، زيتون مقطع مكعبات صغار، كاشير، فرماج والثوم. واللي عندها الذرة تبغي تزيد الذرة ولا أي مكونات اختيارية. نمزج كامل المكونات مع المقارون وتكون لاصوص بردت، نسقيها ونخليها تشرب مليح. ودوكا نمر لعملية التزيين. انا نوري لكم طريقتي وانتي تزيني بالطريقة اللي عندك وعلى حسب واش عندك في الدار. نجيب بلا يكون اوفال، عندي وريقات سلطة، حبيبات بيض مغليين، زيتون وحار، هذو اللي نستعملهم للتزيين. نحط اوراق السلطة كامل صاير داير على الصحن ونفرغ المقارون في الوسط نسويه. وعندنا البيض اللي غليناه ونظفناه نحطه في الوسط، وندير حبة نقطعها دوائر نديرها كامل صاير داير. وعندي الزيتون الأسود والزيتون الأخضر نديرو عشوائي في الصحن. واللي عندها مايس تقدر تضيف المايس ولا أي إضافات تكون عندك. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفة صيفية خفيفة ومغذية في نفس الوقت. ان شاء الله ما تنساونيش بدعمكم الاحباب الزينه، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كومنتير شباب. على بالكم نستمر بوجودكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، واللي في قلبه حاجه ربي يكملها له. السلام، الى وصفات اخرى باذن الله.